أهلا بكم. المنتخب المغربي الشقيق: المغرب، تنزانيا، زامبيا، جمهورية الكونغو. وليد الركراكي أدلى بتصريحات مثيرة للغاية. رشح 4 منتخبات للفوز باللقب الغالي، ليس من بينهم منتخب المغرب الشقيق. مصر، الجزائر، كوت ديفوار صاحبة الأرض، ومنتخب نيجيريا. تصريحات بعض الناس شايفاها انها غريبه، وانا بقول لك انها مش غريبه على الاطلاق، لا غريبه ولا مثيره، وهقول لك في النهايه. عموما افريقيا، بعد ان اسفرت قرعه افريقيا في ابيجان يوم الخميس عن 6 مجموعات متوازنه، المغرب تقع على راس المجموعه رقم 6 اللي بتضم كل من زامبيا وتنزانيا وجمهوريه الكونغو. أدلى الركراكي بهذا التصريح، وقال لك كمان حاجات تانية كتير، بس قبل ما اقولها لازم أنا اقول لك ان المغرب احد ابرز المرشحين على الاطلاق. افريقيا اللي هتقام الفترة ما بين 11 يناير حتى 13 فبراير بمشيئة الرحمن في العاصمة الايفوارية ابيجان. المغرب، وانا بقول لك من دلوقتي، في الفينال بنسبة تفوق 90%. صحيح أفريقيا لها أجواء معينة وبطولة مجمعة، في ناس بتقدر تلعبها وفي ناس متعودة ومتمرسة على الوضع ده وفي ناس لأ، وفي لعيبة أساسا المناخ بيبقى متغير معاها، ولكن أنا بقول لك المرة دي بالذات وخصوصا بعد نصف نهائي المونديال المنتخب المغربي عمل ماتشات عظمه، وده اكبر دليل انه في فينال افريقيا بمشيئة الرحمن 2024. عموما لاول مره في التاريخ المغرب بقى على راس المرشحين لنيل اللقب الغالي بعد 1976 وفوز الاسود بلقبهم الاول والاخير. اصبح المغرب دلوقتي على راس قائمه المرشحين، وخصوصا بعد الاداء المميز والمبهر في كاس عالم قطر 2022. الركراكي صرح وقال ان احنا مش مرشحين، المنتخب المغربي ليس مرشح على الاطلاق لنيل اللقب، وقال لك طوال التاريخ فزنا بلقب قاري واحد 1976 لقب كاس افريقيا، وقال لك احنا اساسا ما وصلناش نصف نهائي من 2004. يا باشا انت لسه واصل نصف نهائي كاس عالم 2022 في قطر، وقال لك المغرب ليس مرشحا وهعتذر للجماهير المغربيه. وانا بقول لك وليد الركراكي أول الشجرة نواه ذكي للغاية، بيشيل الحمل وبيرفع الضغوط من على عناصر المنتخب المغربي الشقيق، وده ذكاء من المدرب بنسبة 100%. أنا بقول لك المغرب 13 فبراير بمشيئة الله في نهائي كأس أفريقيا، وبعدها تبدأ تفكر تحط مصر، الجزائر، نيجيريا، الكوت ديفوار. غير كده ما تكلمنيش، لان غير كده بامانه وبمنتهى الامانه والمصداقيه يبقى عبث بتفكير هؤلاء، لان انا بقول بنسبه تفوق 100% المغرب في نهائي افريقيا. سكواد جبار ولاعيبه جباره. منذ قليل بن شرقي بيلعب مع الريان، احنا طالعين ببن شرقي السما والله العظيم، مش في سكواد المغرب عنده سكواد جبار وعناصر رهيبه. بن شرقي ده لو عندنا في مصر يلعب اساسي، ولكن احب اقول لك ان المنتخب المغربي الشقيق عنده سكواد جبار، وبمشيئة الرحمن مع مدرب عنده جرينتا واصرار وعزيمه زي الركراكي المغرب في الفينال بنسبه تفوق 90% من وجهه نظري الشخصيه. إن شاء الله بمشيئة الرحمن. مجموعة المنتخب المصري المجموعة الثانية اللي بتضم غانا واللي بتضم موزمبيق واللي بتضم الرأس الأخضر. كل التمنيات بالتوفيق للعرب والمصر وللمنتخب المغربي الشقيق. دمتم في أمان الله.